وإن من الذين يستحقون اللعنة أيها الإخوة كل من آوى محدثا. قال صلى الله عليه وسلم: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من هو المحدث؟ المحدث هو المجرم. المحدث هو الذي يفسد في الأرض، هو الذي يتجاوز حقه ويعتدي على حقوق الناس، ثم يحتمي بطائفته، ثم يحتمي بأسرته، ثم يحتمي بزعيم من الزعماء. هؤلاء الذين يحمون هذا المجرم، هؤلاء الذين يمنعون أن يقتص من هذا الفاسد المفسد، ملعونون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن الله ورسوله والملائكة والناس أجمعين كلهم يلعنون من آوى محدثا. كل الذين يدافعون اليوم عن هذا النظام المجرم ملعونون، كل الذين يتواطؤون معه ملعونون، كل الذين يخرجون في الفضائيات ليثبطوا همم الشعب السوري، كل أولئك الذين يفدون في عضد أولئك السائرين الأبطال، هؤلاء ملعونون بالقرآن وملعونون في السنة. أيها الإخوة، لا يجوز لنا أبدا أن ننصر الظالم، لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نحمي أولئك الفاسدين المفسدين، بل يجب أن نكون جميعا مع المظلوم على الظالم، ومع صاحب الحق على من أخذ منه حقه. هذا هو سر وجودنا في هذه الدنيا، أن ننطق بالحق وأن نعيش من أجل الحق وأن ننشر الخير والحق والعدالة في هذه الدنيا. وإن من معاني الإحداث التي يتضمنها هذا الحديث كل إنسان يريد أن يفسد في الدين، أصحاب البدع، أصحاب الضلالات، كل من يوجه همه ويوجه نشاطه من أجل تخريب الدين، هؤلاء محدثون لا يجوز لنا أن نعينهم بحال من الأحوال. وإني أصارحكم أن في مجتمعنا وللأسف الشديد نفاقا كبيرا. نعلم حق العلم أن فلان رأس من رؤوس الضلالة، داعية من دعاة الفتن، نقول كلنا هذا الإنسان حاقد لئيم، هذا الإنسان فاسد مفسد ولو تزي بزي الدين. نحن نعلم أنه عميل، ونحن نعلم أنه حقير، ونحن نعلم أن ثمنه كذا وكذا، لكن إذا ما قابلناه ضحكنا في وجهه واحتضناه، وربما فتحنا له بيتنا، وربما أسمعناه الكلام الحسن، وربما مدحناه في وجوه القاصي والداني. هذا نفاق أيها الإخوة. هذا الإنسان هو لا يفسد علي وعليك، هو يفسد من الله سبحانه وتعالى، هو ينشر في الناس الضلال، هو ينشر في الناس البدع. هذا حقه أن يقاطع، حقه أن يرد عليه، حقه أن يسمع الكلام اللائق به. أما أن نبقى دائما إذا التقينا فيما بيننا نتكلم بما في قلوبنا، وإذا التقينا بهؤلاء إذا بنا ننافق وإذا بنا نداهن، فهذا مما لا يجوز بحال من الأحوال. وإن